طيب نيجي للسؤال رقم 20. بيقولي من خلال الرسم البياني الذي أمامك إذا علمت إن A و B و C و D و E عناصر انتقالية مالها متتالية يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي A3D، ادرس الشكل جيدا. قدامي اهو الرسم البياني عندي. من خلال الرسم ده بيوضح الايه العزم المغناطيسي عندي لأيونات، وكل عنصر الأيون بتاعه ايه ثنائي موجب 2. هنلاحظ احنا ان العمود بتاع العنصر سي ده هو اعلى قمة، اعلى عزم مغناطيسي عندي. طيب احنا عندنا مين اعلى عزم في الايونات الثنائية؟ هو مفيش غيره اللي هو المنجنيز موجب 2، لان توزيعه بيكون ايه؟ دي خمسة في 5 الكترونات بس موجودة فين؟ في الدي بتاعته. اذا السي عندي هو ايه؟ هو المنجنيز. طيب هو بيقول لي العناصر دي انتقالية او متتالية يعني ورا بعضها. طيب هو المنجنيز 25 في النص، اللي قبل منه على طول ايه؟ 24 اللي هو هيكون الكروم. بعد كده الايه اللي هو هيكون 23 اللي هو الفاناديوم. اللي بعد منه الدي اللي هو 26 اللي هو الحديد. وبعد كده الاي اللي هو 27 اللي هو ايه؟ الكوبالت. طب تعالى نشوف بقى في السؤال الاسئله المقاليه. بيقول لي في الف ما عدد العناصر اللي بتدخل في المركبات اللي في عمل الاصباغ. طيب احنا عندنا طبعا الفاناديوم اللي هو الايه، احنا درسنا اللي هو خامس اكسيد الفاناديوم ال V2O5. تمام. ده اللي هو بيستخدم في صباغة السيراميك والزجاج. وعندنا برضو الكروم اللي هو اكسيد الكروم Cr2O3. تمام. قلنا ده برضو بيستخدم فين؟ في عمل الاصباغ. اذا انا عندي كام عنصر كده؟ عنصرين اللي هو ال A وال B. طيب بيقولي في ب، بيقولي ما هي الرموز العناصر اللي بتدخل في صناعة البطاريات السيارات. طيب هو هنا يقصد على ايه؟ ان البطاريات الجافة اللي موجودة في السيارات الحديثة. مين العنصر اللي بيستخدم فيها؟ هو عنصر الكوبالت. طيب عنصر الكوبالت هنا رمزه ايه؟ رمزه هيكون الاي. تمام. تمام كده. طيب نشوف بقى كده. دي كانت نهاية البوكلت رقم 3 من كتاب افوجادرو. بس في النهاية يا شباب حابة اقول لكم اني بحاول والله انزل لكم كل يوم فيديو على قد ما اقدر، رغم ان في عندي النت قاطع طول الوقت متكرر جدا. فياريت بجد يعني تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة عشان نقدر نكمل يعني حل كتاب افوجادرو كاملة ان شاء الله. وكمان حابة اعرفكم اني بدأت سلسلة في حل كتاب العضوية، حل كتاب برضو افوجادرو، بس الجزء التاني اللي هو الباب الخامس اللي هو في العضوية، على هيئة كده فيديوهات قصيرة لشورتس. لو حد شافها يا ريت يكتب لي رأيه في الكومنتات، هل بس اكمل السلسلة دي ولا نرجع تاني للفيديوهات الطويلة في الباب الخامس. انا فكرت بس ان انا اعمل فيديوهات قصيرة بالذات في في الباب الخامس بالذات في العضوية علشان السرعة، علشان كمان تعرفوا ازاي انا برسم قدامكم بالورقة والقلم. وكمان بقسم فيها السؤال على 3 اجزاء علشان اللي بيزهق بس من الشرح الطويل. فانا مستنيه تعليقاتكم علشان احدد بس همشي ازاي في الحل. بس كده، وكل سنه وانتم طيبين وبخير دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.